دخلت حياتي كيما الحلم وخرجت منها كيما الكابوس. كنت نعيش حياة عادية، بنت تقرأ، تخرج، تضحك مع صحاباتها وما في بالها والو. حتى جا نهار وتعرفت عليه في الانستغرام. ما كانش يبان عليه حاجة غريبة، كان يهضر مليح، يهتم بيا بزاف ويسقسي عليا، وكان يحسسني دايما باللي انا مختلفة على كامل البنات. كنت نقول في روحي يمكن هذا هو الشخص اللي راح صح يفهمني. ولينا كل نهار نحكي، الصباح لي ميساج والليل مكالمة طويلة. كان يسمعني كيما ما سمعني حتى واحد من قبل. بشوية بشوية ولا هو أول شخص نحكي له كل شيء، حتى هذيك التفاصيل الصغيرة، وما حسيتش روحي حتى ولات حياتي الدور كامل عليه. مع الوقت بدأ يبان عليه تغير صغير، مرة يتأخر في الرد، ومرة يبرد في الكلام، مرة يقول لي ما تحكيش بزاف على حياتك مع الناس. كنت نقول عادي، يمكن راهي غير عليا. بشوية بشوية وليت ما نخرج كيما قبل مع صحاباتي، ولات محادثاتي معاهم قليلة، ماشي لأنه منعني، بصح لأنه كان دايما يخلي لي إحساس أنا واحد اللي نعرفك مليح. كل مرة كنت ندخل فيها في نقاش صغير معاه يولي يبدل كلامه، وأحيانا يولي بارد، يخليني أنا هي اللي نحتذر حتى ولو كان نكون ما غلطتش. كنت دايما نقول يمكن أنا اللي حساسة بزاف، بصح في داخلي كنت نحس روحي قاعدة نضيع شوية بشوية. نهار من الأيام حسيت روحي مشي أنا، ما وليتش نضحك كيما قبل، ما نحكيش كيما قبل، حتى روحي وليت نحسها ساكتة بزاف. سقسيت روحي، واش راكي ديري؟ علاه ولات حياتك كاملة تدور على هذا الشخص؟ فهمت باللي المشكلة ما كانتش فيه وحده، المشكلة كانت فيا أنا ثاني، كي خليت شخص واحد يولي هو كل حياتي. مشي كل علاقة تبان جميلة هي صح، كاين علاقات تبدا كي الحلم وتنتهي كيما درس قوي في الحياة. وأخطر حاجة مشي كي يجرحك شخص، أخطر حاجة كي تنساي روحك بسببتو. لكن القصة ما وقفتش هنا، في الحلقة الجاية راح نشوفو كيفاش تبدل هو أكثر، وكيفاش وليت أنا نشوف الحقيقة متأخرة.